القاهرة، مصر. في ليلة كان يفترض أن تكون ليلة سعادة غامرة، تحول حفل خطوبة فاخر إلى مسرح لجريمة مروعة هزت أرجاء عائلة ثرية وأرسلت صدمة مدوية عبر أوساط المجتمع الراقي. كانت نور، العروس الجميلة، ابنة رجل أعمال ثري، تستعد لبدء حياة جديدة مع خطيبها عمر، الشاب الوسيم، نجل سياسي بارز. ازدحم قصر العائلة بالضيوف من كبار الشخصيات والنخبة، وتناثرت أضواء الكريستال على الوجوه المبتسمة، بينما عزفت الفرقة الموسيقية أجمل الألحان الرومانسية. لكن فجأة، وبينما كانت نور تقطع قالب الحلوى مع خطيبها، انقلبت أجواء الفرح إلى مأساة. صرخت نور صرخة مدوية، وسقطت على الأرض غارقة في دمائها، بعد أن طعنها شخص غامض بسكين حادة في صدرها.